ما لعنت هيئة كبار العلماء؟ والله ما دام تسمع عنا يعني إذا لعنت والله. لا أنا أسألك لعنتهم ولا ما لعنتهم؟ كيف لعنتهم؟ ما فهمت. كيف لعنتهم ما فهمت؟ يعني ما قلتش لعنة الله عليهم؟ لعنة الله عليهم، لعنة الله على الشيخ الفوزان والشيخ العثيمين وابن باز، على هيئة كبار، ما هم كلهم هؤلاء اسمهم هيئة كبار العلماء أصلا. قلت لعنة الله عليهم. قلتها ولا ما قلتها أنت؟ مستحيل ما قلتها يعني. مستحيل يعني في الفيديو ما قلتش لعنة الله عليهم. طيب لما قلت لعنة الله عليهم ما قلتها يعني. مستحيل يعني في الفيديو ما قلتش لعنة الله عليهم. طيب لما قلت لعنة الله عليهم ما انت تقصد في الإشكال وين؟ بس دقيقة جاوبني، لما قلت لعنة الله عليهم في الفيديو ما انت تقصد؟ من تقصد في الفيديو لعنة الله عليهم؟ السياق كان عن هيئة كبار العلماء، معناتها من تقصد؟ آل سعود. لا ما كانش السياق عن حكام السعودية، كان السياق عن هيئة كبار العلماء. شوف أخي أنت تمام، بس أنا أسألك سؤال معلش دقيقة بس معلش. يعني أنت الآن بما أنك تحب لعن الحكام وهذا الكلام، طيب أنا ما سمعت قبل يعني تمدح السياسة الداخلية لبريطانيا اللي أنت مقيم فيها حضرتك الآن، ولا كلامي غلط؟ السياسة الداخلية لبريطانيا قطع. أي كنت تمدح فيه السياسة الداخلية لبريطانيا، وبعدين قلت السياسة الخارجية مالي فيها، يعني جلبهم للاحتلال. عمرو بن العاص مدح الروم عادي يعني رضي الله عنه. إيش؟ عمرو بن العاص ماذا؟ رضي الله عنه مدح الروم يعني. أين مدح الروم؟ ارجع ابحث. لا أنا لا أريد أن أبحث، أنت قلت شيئا أعطني الاستدلال عادي يعني. صحابي جليل مثل عمرو بن العاص. يعني أنت عندك معناته أنت طريقتك إذن حكام الغرب تمدحهم بس حكام العرب تسبهم. أنت ماشي بهذا؟ لا أمدحهم أكيد. طيب. يعني هم اللي لا هم أنت اللي مدحت السياسة، أنت مدحت السياسة الداخلية لبريطانيا، وأنت تعلم جيدا أن بريطانيا ما الذي جلبته على بلاد المسلمين، تعرف جيدا. على كل حال المقطع إن شاء الله أول ما جاهزة بإذن الله تعالى تطلب قسط مرة ثانية. أنا متأكد 100% أنك لعنت في السياق لعنت هيئة كبار العلماء. خلينا نطلع لك. أنا لا أريد بس أن أخرج عن سياق البث. ولا أريد أن أحول البث أصلا يعني لكلام عن السياسة، لكن شير يا أخوان، بارك الله فيكم. نوصل 3 مليون تكبيسة، 15,000 شير. ربي يبارك فيكم يا رب. طيب تعال نسمع كلامك عن تقريبا في فيديو. خلينا نسمع عن صالح الفوزان. ثواني. أنا والله يا شيخ صراحة كنت أبحث لحتى أفتح لك كاميرا ولكن نزلته. هو قال أنا لم أسب. دقيقة صعدوا معلش. هو قال لم أسب الشيخ صالح الفوزان صح؟ ثواني بس. تعال يا كاتب حسابك سيد أحمد ثقلة. اسمع ما تصعدنيش وتنزلني وقت ما حبيت انت. طيب شوف أنا سؤالي كان اسمع كلامك عن صالح الفوزان. 200,000 مقاتل من بلاد الفرس و200,000 جندي. هذا صوتك صح؟ أنا أتكلم عن الإقامة. جاوبنا على السؤال هذا. طيب تعال اصبر. ليش لا ما تنزلنيش. أنت نفيت. ماشي على السؤال هذا.
طيب تعال اصبر. ليش لا ما تنزلنيش. انت نفيت ماشي دقيقة، انت نفيت انك سبيت صالح الفوزان. تعال اسمع. ما تنزل سلفيه صح كيما تقولوا سلفيه سلفي 1000 واحد يقاتلوا فيهم يا رخيص يا الفوز خايف ليش تنزلني؟ من اللي قال عن الصلصة؟ اقعد اسمع واسكت. دقيقة، هذا صوتك ولا ما؟ ها فيديو لك على فكرة. هذا سبيت صالح الفوزان ولا ما سبيت؟ طيب ليش تنزلني؟